بسطيلة اقتصادية لذيذة كتوجد دغيا دغيا بالورقة ديال الفيلو طبعًا دائمًا يعني هي الورقة المفضلة عندي كتجيبيها بسطيلة والحشوات المالحة كتجيبيهم رائعة، أيضًا الحلوة. كيما غادي تشوفوا معايا يعني واحد المقادير ما كتجاوزش كيلو ديال الحوت. غنحضر بها هاد البسيطلة اللي كيكونوا منها تقريبًا واحد 6 الأشخاص اللي يكونوا كالين ماشي نيت. كيما كتشوفوا هنا عندي المقادير: نص كيلو ديال الكامبا، عندي نص كيلو ديال الحوت هبرة، وعندي شامبينيون نواغ اللي درتو في الماء رقدتو في الماء سخون، وعندي الفيرميسال، عندي فلفلة ألوان قطعتها في الهشوار، وعندي العطرية غادي نخليها لكم مكتوبة والربيع طبعا. هنا غادي ندوزو باش نشحروا داك الحشوه اللي غادي نخدموا بها هاد الحوت. هنا تقريبا درت شي ثلاثة ولا 4 المعالق ديال الربيع، 4 ديال الدروس ديال الثومه، ودرت هذيك الفلفله. عندي درت فلفله ماشي كبيره بزاف، حمراء ووحده صفراء، قطعتهم في الهشوار رقيقين. وهنا زدت سميتو زدت الحامض مصير. وطبعا انا هنا شحرتها بزيت البلديه، تقريبا واحد نص كاس صغيره ديال زيت البلديه اللي درت لانها غتشرب لكم الحشوه. هنا من بعد زدنا العطريه، آه، زدنا الزعتر، وصافي كنشحروا هاد الشرميه اللي غادي نديروا بها نشرملوا بها الحوت ديالنا، وغادي نديروها في الحشوه ديال هاد السمك. هنا غادي نزيد تقريبا معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت. ضروري العطريه الحوت اللي كتعطيها واحد النكهه اضافيه كتجي بنينه. وهنا زدت حتى شويه ديال البودر ديال الثوم، وصافي كنشحرها تقريبا واحد 5 دقائق اللي دات لي ماشي بزاف. صافي غير كتشحر لنا كتهبط لنا يهبط لنا ديك المقادير وتنسجم. صافي كنطفي على المقلاة ديالي. من بعد غادي ندوزو باش نحضروا باقي المقادير. هنا كما كتشوفوا عندي هذا الشامبينوا نوار، كما قلت لكم درتها في الماء سخون واستقطرتها مزيان ودرتها في الهشوار وقطعتها رقيقه. وكذلك فيرميسيل حتى هي درتها في الماء سخون ودرتها دوزتها شويه في الهشوار. الكروفات او الكامبا خليتها خضراء، وهنا درتهم في واحد البول وخليتهم. هنا غادي ندوزو غنشربلو داك الدجاج عفوا داك الهبره ديال الحوت، غنشرملوها بديك التشرميله اللي نقصنا منها شويه، درناها زدناها على ديك الكامبا وديك المقادير. وهنا خلينا غادي تشحر فيها هاد الحوت. وهاد الحوت ما كيحتاجش باش يطيب بزاف، يعني 4 دقائق تقريبا اللي داليه 5 دقائق. كتشحري شويه وكنقلبوهم كتلقاه صافي دخل مع الطياب، لان غير الهبره والحوت دغيا كيطيب وما خصوش يطيب بزاف، لانه غادي يولي يطيب لنا واحد تقريبا واحد نص ساعه في الاخر في الفران. يعني لا داعي باش انكم طيبوا الحوت بزاف ويفقد ديك القيمه الغذائيه ديالو. صافي انايا كما قلت لكم هنا كتشحر لي تشحر لي مزيان وصافي حيدته من فوق النار. وهنايا غادي نبقى نقرضو هكا غير هاد المعلقه الخشبيه ولا بيديكم ولا بالفرشيطه هكا، يعني بحال غادي تقسموا داك الحوت هو، يعني تقسم لي غير بديك الملعقه. صافي هنايا زدتو الحشوه اللي غادي نخدموا بها كامله، وصافي خلطت ديك المقادير. كنضيف داك الحوت ديك الحشوه كامله كنخلطو مزيان، كنزيد له شويه ديال الهريسه وكنزيد له شويه ديال الزعتر وكنخلطو مزيان. الا كانت خاصو شويه ديال المليحه كنزيدوها له. وهنا الورقه ديال الفيلو بعد ما دوت بالزبده ودرت واحد الصينيه دهنتها بالزبده وفرشت الورقه ديال البسطيله او الورقه ديال الفيلو. كلشي كيعرف يفرشها، يعني كديروا وحده من هنا باليمين وحده الشمال وحده من الفوق وحده من التحت وحده في الوسط، وكدهنوهم بالزبده. وصافي كندير ديك الحشوه ونبقى نجمع الاطراف. ما تخافوش منها الورقه ديال الفيلو واخا كتقطع راه كتولي كتجمع لكم. هنا من بعد كنضغط عليها باش يعني كتجمع لي وكتبقى دير الفورمه ديال البسطيله. هنا البسطيله غتجي لنا متوسطه يعني ما تجيش تجي كبيره. وصافي بعد ما قديتها درت وريقه عاوتاني الفوق، قديتها مزيان ومن بعد قلبتها من التحت عاوتاني زدت لها وريقه ديال الفيلو وقديتها مزيان وقلبتها في واحد الصينيه اخرى. وليت عاوتاني دهنتها بالزبده مزيان، والزبده راه ديجا مخلطه مع شويه ديال الزيت. صافي هنا انا كنشبعها شويه زبده لان الورقه ديال الفيلو خصها تجينا مقرمشه، يعني هكا دهنتها مزيان. وهنايا زدت لها خليط ديال البيض اللي كنت خلطته مع شويه ديال الصوجه. وصافي دخلتها الفران ناقص حراره وخليتها طيب على خطرها.
دخلتها الفران ونقصت لها وخليتها تقرمل. لنا البسطيله وطبت لنا من الداخل على درجه متوسطه 30 دقيقه، وخرجتها وزينتها، والصحه والراحه. الى فيديو